الذي قلته للاعبين؟ ما الكلمات التي استعملتها لتحفيز كتيبتكم في تجهيزا للمباراة مع الأردن؟ كيف تعلم؟ بالتأكيد يجب عليك أن تحفزهم. نعم، أن الزمن هو قادر على شفاء الجروح. لا نستطيع طبعا تحت هذا. لم يكن أداؤنا سيئا في مواجهة الأرجنتين، كان أداؤنا حسنا، ونحن بعض المهارات الفردية من ميسي هي التي عاقبتنا، ولكنني أظن بأننا جميعا مدركين لحقيقة أن المباراة القادمة علينا أن نفوز بها بأي تكلفة كانت. أنا أتمنى ذلك، وقلت ذلك للاعبين بأنه يجب علينا أن نواصل الحفاظ على قدراتنا التنافسية وعلى الروح الإيجابية مرة أخرى. يجب علينا أن نتولى زمام المبادرة في كأس العالم هذا. Bonjour coach, اسمح لي من journal compétition. Coach, après la défaite face à la السؤال للمدرب. بعد المباراة مع الأرجنتين أتيت على ذكر بعض الأخطاء والحاجة إلى إجراء بعض التصويبات من أجل مباراة الغد، فهل نحن نتوقع بعض التغييرات؟ كما قال مدرب الأردن قبلكم أن هذه المباراة ستكون حاسمة للتأهل للدور الثاني. أولا وقبل كل شيء، لا يجب ألا نكرر الأخطاء، وعلينا بالتأكيد أن نحسن على أدائنا، وهذا الأمر مرتبط بعوامل خارجية. أنا لا أتفق مع القول بأن هذه مباراة حاسمة، لأن هناك مباراة ثالثة يمكن أن نخوضها، ولا نعلم أن كنا سنتأهل أو في أي مركز سنكون في المجموعة. أحد الأشياء التي نحن على يقين بإزائها هي أن نأخذ قدرنا بيدنا، وأن نبلي بلاء حسنا، وأن نقدم كل ما لدينا من مهارات على أرض الملعب، وأن أؤكد كل شيء في الحصص التدريبية. ما هي في تمهيد المباراة مع الأردن إن أردنا أن نلعب ضد الأرجنتين، فهل ستكون ذات التشكيلة؟ أولا وقبل كل شيء، أنا لا أريد أن أعطي أي أفضلية للخصم من خلال الإفصاح عن أي معلومات في المؤتمر الصحفي، ولا أريد أن أفصح عن التشكيلة قبل الوقت المناسب. ولكن هناك تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة بسبب ربما أنهم ناموا بطريقة خاطئة أو بسبب آلام في الظهر، ولكن المجموعة قد تعافت بدنيا، وفي حصة تدريبية تعافوا كذلك ذهنيا، إذ أنهم متحمسون الآن ويريدوا أن يواصلوا بقائهم في الولايات المتحدة إلى أطول مدة ممكنة. السؤال: كيف ستواجه هذه المباراة ضد الأردن علما بأنها حاسمة للمنتخبين، وفي ظل أن الأردن أداؤه في كرة القدم جيد جدا، ونحن تلقينا 3 أهداف في المباراة السابقة، فكيف ستكون طريقة اللعب؟ هل سنهاجم كثيرا؟ ماذا تعني بطريقة الهجوم التقليدية؟ هل سيلعبون دفاعيا؟ أنا لا أقصد دفاعيا، ولكن أن نلعب الرقم 6 في الدفاع ضد الأرجنتين. ما كان هذا تكتيكا تقليديا، وبرأيي أن هذا هو الذي تسبب بتسجيل هدفين ضدنا. كلا، المباراة مختلفة مع الأرجنتين، ونحن اضطررنا إلى أن نلعب بطريقة معينة، وعندما سنحت لنا فرصة للمهاجمة فعلنا ذلك. ولكن المباراة ليس بالضرورة أنها حاسمة. أنا كما قلت أن المباراة ستكون مهمة جدا، وهي مباراة سوف تمنحنا زخما كبيرا لكي نتأهل في المجموعة. نحن سنواجه خصما صعبا. المنتخب الأردني جيد من كافة
النواحي تنافسيون، ولكن نحن عندنا كذلك خصالنا ومهاراتنا. نحن حللنا القسم وسوف نجد السبل التي نحقق الفوز من خلالها. الطاقم الفني واللاعبين بالانتقادات الغير بريئة من بعض البلاطوهات، وهل خاصة من الجماهير التي تطالب بكم بأن تلعبوا بأكثر حرارة، ويتمنوا إن شاء الله الفوز للمنتخب الوطني بإذن الله ضد الأردن؟ Io non leggo niente, non so di cosa si tratta. أنا لا أعلم عما تتكلم، ليس عندي أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب تركيزي هو على المباراة وعلى اللاعبين، ونحن نحاول أن نخلق أجواء إيجابية تساعدنا على الفوز في المباراة. المنتخب الجزائري يشارك في النسخة الخامسة في كأس العالم، أما الأردن فهي المرة الأولى له. هل يسعنا القول بأن الضغط سيكون على الجزائر أكثر منه على الأردن؟ نعم، كما قلت أن المباراة ستكون حاسمة للجهتين، وبالتالي الضغط متكافئ على كلا المنتخبين. الجزائر لم تشارك في كأس العالم منذ سنوات، وبالتالي علينا أن نجد السبل المناسبة لكي نخرج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة. Hemos escuchado a varios entrenadores hablar de que el fútbol. السؤال: لقد سمعنا العديد من المدربين أن مدة المباراة ما عادت شوطين، بل هي 4 أشواط صغيرة بسبب استراحة الترتيب. فما هو رأيك بهذا الترتيب الجديد؟ Sì, sono partite che si possono gestire in maniera diversa, forse per questi due. نعم، يمكننا إدارة المباراة بعدة طرق مختلفة، وهناك هذه الاستراحة 2 أو 3. يمكن كمدربين أن نعطي اللاعبين بعض المعطيات، وعندما يجتمع اللاعبين حولي يمكنهم أن يستمعوا إلى ما نقوله. ولقد لاحظت في بعض المباريات أن بعض اللاعبين يستغرقون 60 ثانية لكي يصلوا إلى الخط الاستراحة، وبالتالي يجب أن يكون الأمر سريعا. الأمر سيكون أسهل لكي نوصل رسالتنا وملاحظاتنا للاعبين.